السلام عليكم ومساكم الله بالخير. أولا أتقدم بأحر التعازي عني وعن من يتابعني ذوي شهداء الواجب عبد الله العتيبي وهشام الزهراني اللي طالتهم أيدي الخيانة والغدر بالعملية القذرة اللي صارت في سيئات. والنقطة الثانية هي شيعة الخليج، خذوا على أيدي سفهائكم قبل يجرونكم إلى طريق المهالك. ما أتكلم هنا عن سفهائكم الشباب يكفي مجاملات، أتكلم عن سفهائكم الكبار اللي قاعدين يجرونكم أنتم وشبابكم إلى طريق الخيانة والغدر وطريق المهالك اللي تدفعون ثمنها أنتم لتحقيق رغبات ومصالح غيركم. أجيال وراء أجيال، عقود وقرون من الزمن والحكومات تتعاقب عليكم، لا ظلمتكم، لا قتلتكم، لا هجرتكم، لا نهبت أملاككم وحقوقكم. من متى طلعت لكم هالمظلوميات هذه؟ تدعون المعاناة من الطائفية وانتم ترضعونها عيالكم الليل والنهار لتحقيق مصالح من؟ لتحقيق مصالح إيران. إيران وش الدولة اللي دخلتها إيران وعمرت؟ لو بها عز عزت شيعة العراق، لو بها عز عزت شيعة لبنان، لو بها عز عزت شيعة اليمن، لو بها عز عزت شيعة إيران أنفسهم اللي يأكلون من التراب من الفقر ويعانون معاناة من العنصرية والطبقية في إيران. وأنتم تعيشون عيشة بأرض الخليج ما يعيشها المواطن الشيعي في إيران، مو المواطن السني، المواطن الشيعي في إيران. ومع ذلك جالسين تسلكون مسلك الخيانة والغدر باتباع رؤوس الطائفية ورؤوس الغدر والخيانة. الفرس والله ما ينظرون لكم بعين اعتبار ولا يعملون لكم قيمة من الجاهلية، وهم ما يشوفون اعتبار ولا قيمة للعرب لما حطوهم العرب تحت الجزم. والفرس يحطونكم بوجه المدفع القوي لاستنزافه وهم يجنون الثمار. الفرس يخططون ويجنون ثمار، أما دفع الثمن والمواجهة فهي دوركم أنتم مو دورهم هم. قبلكم حطوا شيعة البصرة بوجه صدام وهم يتفرجون، وارتكبهم صدام مجزرة بالبصرة على حدود إيران، وإيران تتفرج ما تدخل إيران لأنه مو دورها، عبيد بدالهم عبيد. جالسين تسلكون مسلك خطير، جالسين تسوقون منطقة كاملة إلى حروب طائفية لتحقيق مصالح من؟ لتحقيق مصالحكم. وش مصالحكم وانتم بإقطاعاتكم وأراضيكم أجيال وراء أجيال من أجدادكم ال20 السابقين ما أخذاها منكم ملك ولا حكومة ولا قائد، واليوم طلعت لكم بعد ما طلعت الثورة الإيرانية. اصحوا فكروا بعقولكم، لا تجركم أجندة إيران إلى ما لا تحمد عقباه. حتى أي واحد يذكر لي حرب أو مواجهة صعبة خاضوها الفرس أو خاضتها إيران عشان تحقق مصالح الشيعة العرب. بالعكس تماما، كل المواجهات الصعبة والحروب قاعدين يخوضونها ويدفع ثمنها شيعة العرب لتحقيق مصالح إيران، لأنكم ما ارتقيتوا بعيون الفرس لحد الآن إلى مستوى أنهم يواجهون مواجهات صعبة علشانكم. اليوم بعد ما عزتكم أوطانكم ورجال أمنكم تسلون أسلحتكم بظهورهم غدر وخيانة، وهم يحمون مساجدكم وأراضيكم وأملاككم وعيالكم. والله ما كذا بالمثل اللي قال كبر كلبك ياكلك.